هل الموضوع مستاهل؟ يعني أنتم يا باشمهندس مش قاعدين في الشركات، مش قاعدين فاتحين يعني Gemini وChatGPT ما تضحكوش علينا، أكيد قاعدين ما تسألوهم قاعدين بنسألهم ده حقيقي، بس لو إحنا مش فاهمين الtheories صح، الmarket سابقنا بكتير. تعالوا أوريكم ليه أنا باقول الmarket سابقنا بكتير. ده أنا هاجيب لكم 3 examples ل3 softwares popular أوي في الseismic interpretation بما إن إحنا الsession النهارده عن الseismic interpretation. عندنا software اسمه Blueware ده بيستخدم حاجة اسمها VDS data عن طريق حاجة اسمها interactive AI بتستخدم ال CNN أو الconvolution neural network عشان حضرتك شايف القلم ده أنت بتلون له شكل body جيولوجيًا وهو يinterpret it في الseismic data في أقل من ساعة، يجيب لك كل الbodies اللي بالشكل ده، عايز تحط له channel، عايز تحط له fault، عايز تحط له salt dome، عايز تحط أي حاجة حضرتك محتاجها في أقل من ساعة على seismic cube كله مهما كان حجمه هيطلع لك machine learning. إيه ده! طب ما أنت فعلًا أهو الدنيا ماشية machine learning. طيب وفي software تاني اسمه PaleoScan ده بيعمل stratigraphic automation بيعمل automation workflow إنه يعمل لك surfaces في كل الsurvey يجيب لك الmaximum flooding surfaces sequence boundaries كل ما تتخيله automatically. طيب وحاجة زي Petrel ecosystem ده بيستخدم برضه الdeep CNNs عشان هي automatic fault extraction يعني حتى لو عندي very complex faulted area الفولتات كمان interpret إيه ده! ما أنا دوري إيه كجيولوجي وكجيوفيزيائي في القصة اللي أنتم بتتكلموا عليها دي، لأ هو حضرتك إحنا عايشين عصر الrevolution بتاع الmachine learning وبدأ يخش في الseismic interpretation بقوة شديدة جدًا، فأنت لو ما لحقتش تبقى فاهم theory صح، فبالتالي تتعلم machine learning بشكل كبير، تحاول تgenerate idea برّه الصندوق، تكون فعلًا مشكلة بتحاول تحلها في الoil industry، أنت ممكن تسبق وتاخد مكان من أماكن الsoftwares ديّة، أو ممكن تشتغل في تطوير أحد الsoftwares دي، أو تعمل your own code وما تحتاجش أي software في دول. بس عشان تعمل كل ده لازم يكون عندك theory concept ثابت في دماغك وراسخ، ما فيهوش أي لقلقة، ما فيهوش احتماليات، ما فيهوش اعتماد على ChatGPT، في اعتماد على إن أنت فاهم، فهتعرف تفهم ChatGPT طبيعة السؤال. ما هو لو أنت مش فاهم مش هتعرف تسأل السؤال صح ولا تاخد إجابة صح، ولا تbuild حتى model بالmachine learning بشكل مضبوط. فأعتقد إن هي worth it back to basics. إحنا في الmarket دايمًا بنتكلم في كده، يا جماعة we have to go back to basics. الحياة مش كلها technology بس، الbasics هي اللي هتخلّينا نعرف نستخدم التكنولوجيا دي بشكل مضبوط. طيب دي كانت value moment سريعة كده نفكّر بعض إحنا هنا ليه. طيب خلّيني أوريكم example للي بيحصل. ده كان actually اتعرض الفيديو دوّة في الbooth بتاع BBB في الEgypt السنة اللي فاتت، وكان بيورّي التكنولوجيا بتاعة الautomation في الseismic acquisition. simply دي sources على sea floor واللي تحت حضرتك ده روبوت نازل بنسميه ROV وهو بينزل شايف ال 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 ده الGPS بتاعه بينزل يحطها في المكان اللي أنت عايزه على الseabed على بُعد 1000 متر تحت المَيّة automated workflow. وده أهّلنا إن إحنا نوفّر time أو أهّلنا إن إحنا نشوط data بشكل أكبر around 1.2 million shots has been done لو شُفتوا الفيديو اللي على الشمال ده كان بيورّي حركة المراكب وهي بتشوط ومكان الdeployment بتاع الnodes ديّة. ده not for technical discussion هنا، أنا بس باورّيكم إنه ده example التكنولوجيا رايحة بينا على فين في الoil industry. sorry. ده another example لأحد الsoftware اللي إحنا كنا بنتكلم عليها، فكرة الautomation. أنت عندك seismic cube تحوّله attribute، الattribute ده فيه بعض الarchitectures اللي أنت شايفها بتاعة الchannels تحوّلها لGeobody. فالautomated workflows ديّة actually in minutes you can finish your interpretation. وتستخدم وقتك كله والbrain بتاعك كله في إن أنت تmanipulate الجيولوجيا behind ال 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 الoutput اللي طالع دوّة، وتبدأ أنت تشوف والله طب طبيعة الchannels ديّة إيه، طب الtrap فين، طب الdrain system شكله إيه. فده وفّر وقت كبير وخلّى acceleration كبيرة الprocess كلّها. ممكن حد يmute ممكن make sure يا أروى إن في noise كده ممكن لو حد يmute شكرًا. إحنا فقدنا الshare والّا لسه شايفينه؟
لأ تمام، الشير واضح. الشير واضح، أوكي. طيب نرجع للمرجوع. طيب دلوقتي تعالَ بقى نتكلم على الexploration في الpetroleum industry. طيب اتفقنا أنا عشان أبدأ exploration في بلد زي مصر، ده example موجود oops sorry، ده example موجود في مصر حاليًا في 2026 نزل 3 bid blocks. طيب بتبدأ الحكومة المصرية عن طريق وزارة البترول، وفي حاجة اسمها الEUG اللي هو Egypt Upstream Gateway، ده تحت مظلة الوزارة. خلّى كل حاجة digital. يعني إيه؟ يعني أنت حضرتك بتخش على link online، أنت كشركة بتخش على link online تشوف أماكن الblocks ديّة إيه، وتشوف الavailable كمان data. في حاجة اسمها data room visual data room. you invest some money عشان تشوف الdata، إلا كان خلّينا أي حد معدّي ياخد الdata. وبعد ما بتinvest some money تعمل quick evaluation للarea دي كلّها. فأنت لازم تكون جاهز بشوية معلومات، لإن أنت الdata room ليها وقت قليل على ما تبدأ تsubmit your offer. أنا عايز مثلًا البلوك رقم 1، رقم 2، رقم 3، أنهي block you're talking about وليه؟ هل مثلًا عايز تشتغل في الRed Sea، عايز تشتغل في أنهي basin، عايز تشتغل في الMediterranean، عايز تشتغل في Western Desert، Eastern Desert، عايز تروح فين؟ فده understanding للbasin scale، وهنتكلم على scale الnext slides. طيب في حاجة كمان مهمة لازم تعرفها قبل ما تinvest هنا. أنت دلوقتي بتتكلم على الناحية الtechnically، أنت لازم كمان تتكلم على الناحية commercially. أنت كمستثمر تدفع ملايين الدولارات، لازم تبقى فاهم كويس أنت هتكسب من الشغلانة دي والّا لأ. زي ما بتخش أي مشروع، واحد صاحبك بيقول لك تعالَ هنفتح في رمضان عربية فول والّا حاجة، هتسأله أول سؤال هتسأله، طب أنا نصيبي في الشراكة دي يبقى كام؟ صح؟ طيب بلاش دي، مكسبي ممكن يبقى كام؟ فلوسي ممكن ترجع لي خلال قد إيه؟ هادفع كام في الأول؟ فالأسئلة دي بيحكمها حاجة اسمها production sharing agreement. هي عبارة عن اتفاقية بتتسمى المساهمة في الإنتاج. يعني إيه؟ يعني إحنا مصر، إحنا معناش فلوس نضيّعها في الoil and gas ونستثمرها وممكن ما نكسبش منها ونخسرها. أنا ممكن أحفر بير في الMediterranean يكلّف $200,000,000 ما يبقاش فيه أي outcome ويطلع ما فيهوش أي gas أو hydrocarbon. فأنا كحكومة $200,000,000 ده تفرق معايا كتير، خسارة كبيرة. فباعمل إيه؟ قُلت هاعمل اتفاقية شراكة. هاجذب المستثمرين، هاقول له إيه، تعالَ أنت احفر البير أبو $200,000,000 ده، ويا سيدي ليك عليّا لو أنت لقيت فيه hydrocarbon discovery هنطبّق قانون اللي هو المساهمة في الإنتاج أو الشراكة في الإنتاج. أنت تاخد النُص وأنا آخد النُص. ما بتبقاش النُص بالنُص بالضبط، بس بيبقى ليها شوية معايير إن في الآخر إيه، أنا كمستثمر هتاخد كل فلوسك اللي دفعتها، هتاخد ال200,000,000 وهيبقى في شراكة بيننا وبين بعض نُص بالنُص في إيه، في الأرباح بتاعة الإنتاج. بس أنت مش هتاخد فلوسك منّي فلوس. أنت actually هتاخدها منّي قيمة إنتاج. على قد ما أنت هتنتج، على قد ما أنت هتاخد نسبة معيّنة وأنا هاخد نسبة معيّنة. النسبة دي بتتغيّر على مدار السنين لغاية ما المستثمر ياخد كل الفلوس اللي هو ليها عند الحكومة، وتبدأ الشراكة تتحوّل تاني إيه، لنُص ونُص. وده بنسميه joint venture بقى بعد كده. بعد ما يحصل الdiscovery ده بنعمل شركة مشتركة ترعى مصالح المستثمر ومصالح الحكومة ممثّلة في الوزارة والإيجاز اللي هي تحت مظلة الوزارة، اللي هي بتمثّل وزارة البترول في منطقة الMediterranean والNile Delta، أو الهيئة العامة للبترول اللي بتمثّل الwestern delta والeastern delta، أو جنوب اللي تمثّل جنوب البحر الأحمر وجنوب مصر. فمن هنا بتتولد الشركات الإيه، الjoint venture اللي هي زي لو تسمعوا عن شركة بتروبيل، زي شركة جابكو. شركة بتروبيل، مين الشركا بتوعها؟ في الحقيقة هي الحكومة المصرية بنسبة 51% عشان يبقى معاها حق إدارة الشركة، وENI وBP مثلًا. في أغلب حاجات بتروبيل ENI وBP هم الشركا الرئيسيين، فهم بيمثلوا ال49% التانية. هم دول المستثمر اللي دخل في الأول استثمر فلوسه وعمل الtest بتاع الexploration ولقى الdiscovery أو لقى الاكتشاف بتاع الهيدروكربون، ومن هنا اتولدت الGV عشان ترعى مصالح الdiscovery ده، تضمن إن ال2 شركا مصالحهم محفوظة في الإنتاج وفي التنمية بتاعة الdiscovery أو بتاعة الإيه، الاكتشاف اللي حصل ده. دي حاجة سريعة جدًا عن القوانين المنظمة وفكرة الbid round. طيب أنا كحكومة بقى، ليه أروح أشتغل مع ENI وBP ما اشتغلش مع Shell؟ إيه اللي خلّاني أختار؟ في حاجة اسمها bid round. يعني إيه bid round؟ إحنا شغالين بنظام المزايدة. يعني إيه مزايدة؟
يعني دلوقتي باعمل مزاد، أنا بابيع حاجة أعمل لها مزاد، أشوف مين هييجي لي أعلى سعر. طب أعلى سعر يمثّل إيه حضرتك؟ أنت بتقول لي خُد أرض فاضية، اشتغل دوّر فيها، فأنا أشتري إيه؟ أدفع فلوس إيه؟ لأ، أنا مش عايز منّك فلوس بالمعنى، أنا عايز منّك استثمارات تُمثّل في فلوس. يعني إيه؟ يعني روح اعمل seismic acquisition، هات لي data جديدة، روح احفر آبار، روح اعمل geological study، روح اعمل surface geology study، اعمل لي studies تسوى فلوس، فده investment. فأنا من مصلحتي كدولة إن أنا يبقى عندي data أكتر، كل ما يبقى عندي data أكتر يحصل إيه؟ الrisk بتاع الexploration يقل. تخيل أنت كده تشتغل في منطقة عندك كل الخرايط بتاعتها، وعارف ب بلاش دي، أنت رايح لواحد صاحبك في منطقة ما في القاهرة في السيدة زينب، وأنت متربي في السيدة زينب، في دماغك إيه؟ كل المعلومات. طيب لو رايح واحد صاحبك في منطقة بعيدة عنك في العاصمة الجديدة، ما تعرفش عنها حاجة، تعمل إيه؟ تطلّع خريطة، صح؟ خريطة فيها تفصيلة العاصمة الإدارية فيها إيه. افرض أنت مش معاك خريطة، يبقى أنت معاكش data، يبقى أنت هتتوه. بالنسبة للحكومة كل ما يبقى في خرايط، كل ما يبقى في studies، يبقى إحنا مش هنتوه، يبقى إحنا هنوصل بنسبة كبيرة للtarget اللي إحنا عايزينه بتاع الexploration success. طيب خلّينا نتكلم عن introduction عن الexploration. الprocess بتاعة الexploration هي إيه؟ هي نفس فكرة الmining exploration، إن التعدين مثلًا، هي search، إحنا بنعمل search عشان identify resources، identify موارد. الموارد دي في حالتنا هي oil and gas. أول step فيها إن إحنا نشوف الgeological studies، لو في existing geological studies، understand الsedimentary basins، understand الpetroleum system، الtraps، الsource، الreservoirs، ويبقى عندنا maps بتوضّح الشكل الجيولوجي تحت الأرض. حاجة تانية يكون عندنا geophysical surveys. أنا عشان يبقى عندي maps وعشان understand الbasin لازم يكون في surveys. الsurveys دي ليها أنواع كتيرة، seismic أحدهم بالمناسبة. في surveys scale أكبر زي الgravity والmagnetic والair guns والair images، بس دول بيستخدموا في scale أوسع شوية، في الbasinal scale أو regional scale. بس لو أنت عايز تشوف تفاصيل أكتر، هنا هتروح للseismic data. وعندنا 2D seismic data و3D seismic data، هنتكلم عن الفرق بينهم. في even 4D. وهيبقى عندك كمان geochemical analysis، عندك rock sampling، بتشوف الfluids وتtrace الhydrocarbon source، وتعرف الcharacteristic بتاع الsource والmaturity بتاعته ونوعه، وممكن يؤدي إلى expulsion والّا لأ، وتشوف الhistory بتاعه وexpected يطلّع كميات من الهيدروكربون قد إيه. طيب عملت كل الstudies دي، باقي لك أوصل للresource إزاي؟ في الحالة دي لازم drill. يعني إيه drill؟ تحفر آبار، تعمل operation تحفر آبار، تنزل جوّه الآبار دي تجمّع data وتوصل للtarget اللي أنت بتدوّر عليه. طيب يبقى الgoal بتاعنا هنا إيه؟ إن أنا allocate economically viable reserve. يعني إيه؟ يعني مش هدفي إن أنا ألاقي هيدروكربون وخلاص، لأ. أنت لمّا هتروح تفتح عربية الفول في رمضان، أنت مش هدفك إن إحنا نفتح عربية الفول، إحنا هدفنا إن إحنا نكسب فلوس، صح؟ فلازم identify potentiality أو احتمالية للcommercial outcome، إن يبقى حاجة ليها commercial outcome، ولازم تكون linked للbusiness. إحنا شغلنا مش technical بس يا جماعة، لازم نكون فاهمين الbusiness اللي إحنا شغالين فيه إيه. الbusiness man اللي معاه الفلوس اللي بيinvest ده بيدوّر على إيه، جاي هنا يستثمر ليه، وإيه الحدود بتاعته اللي يقول والله هاستثمر والّا لأ مش هاستثمر، خلاص وقّفوا الشغل في المشروع ده. وإن إحنا كمان نقلل الuncertainty قبل ما نcommit أو قبل ما نوعد الشركا بتوعنا اللي هم الحكومة، إن في reserves واعدة أو في مكامن واعدة تحت، وتقول له أنا هاعمل development كذا، 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 وييجي يقول لك طب خلاص عشان تعمل ده حُط لي commitment، يعني حُط لي التزام، الالتزام ده يساوي فلوس. فقبل ما تعمل الالتزامات دي لازم تعمل exploration كمرحلة أولى. في وقت للأسئلة هنعمله، لو في أي أسئلة شيلوها لغاية ما نوصل للوقت ده. طيب دي حاجة اسمها expression triangle، دي actually موجودة في أغلب الشركات الكبيرة. ده example مثلًا published قبل كده من BP. إيه الexpression triangle ده؟ هو هنا حاطط لك الscale، اعتبر إن المثلث ده القاعدة بتاعته هي الscale.
شايف الscale عمّال يقل، 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 يقل إزاي؟ طب يقل إيه؟ إيه ده؟ إيه الفكرة دي؟ يقل لحد ما نوصل للديسيجن. يعني إيه؟ يعني باشوف الأول الregional understanding بتاعي شكله إيه. الألوان الأخضر والأصفر والأحمر ده معناه أنا فاهم كويس الحاجات دي والّا لأ. يعني أنا فاهم كويس الregional understanding، فاهم كويس الBasin بتاعي، فاهم كويس الplay type. يعني إيه play type؟ يعني أنا مثلًا باتكلم على كربونيت، باتكلم على clastics، باتكلم على four way fold structure، باتكلم على play شكله إيه. play ده اتعمل قبل كده والّا لأ، أنا فاهمه كويس والّا لأ. فهو اللون ويبدأ إيه الexplorers يلونوا الألوان دي as they go. بتبتدي من إن هي كل حاجة حمرا، أنا ما أعرفش أي حاجة، وأبدأ مع الوقت أعرف شوية حاجات عن الregional والdata uncertainty بتاعتي والfuture plans. أبدأ أعرف شوية عن الregional structure، عن الstratigraphy، عن الpetroleum systems. فتبدأ الألوان تتحول للأخضر بالمعرفة. فشغل الexploration يبتدي من شغل واسع جدًا لحد ما يضيق، وto make sure as we go إن أنت تعمل decision، إن أنت يبقى عندك المعلومات الكافية إن أنت تقول أنا أقدر أجزم إن أنا بدأت أعرف معلومات كافية عن الbasin ده، عن الpetroleum system ده، وهكذا، لحد ما أوصل للprospect أو الfield segment. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي عندي scale of basin، الbasin ده فيه حتة صغيرة فيها play شغالة، فيها some sort of structures، أنا وchannels وstratigraphies أنا عارف إن هي نجحت في مكان ما analogs. طيب وبعد كده zoom in أكتر للبلوك بقى الexhibition block اللي أنت لسه واخدها بعد الbid round. أzoom أكتر على prospect أنا باقول ده مكان ممكن أحفره. أمّا أوصل للprospect scale هابدأ أفكّر بقى في شوية حاجات. هابدأ أفكّر في الtrap بتاعتي، هابدأ أفكّر في السيل، في كل item من الpetroleum analysis. هابدأ أفكّر في الseismic attributes، هابدأ أفكّر في الcharge. طب الreservoir أصلًا موجود والّا لأ؟ هابدأ أفكّر في ال الtarget locations لو أنا هاحفر بير، فين أحسن مكان أنزل فيه الخزان ده، وهكذا لحد ما أوصل كمان لو نجحت في الexploration هاقدر أنمّيه والّا لأ. ما ممكن تبقى كexpression أوكي تمام الله ينوّر، بس أنمّيه إزاي؟ عشان أنمّيه هاصرف فلوس كتيرة جدًا، فمش هيبقى المشروع ده مش ناجح يا معلم، أنت كده مش هتكسب، يبقى أنت مش هتكمّل في الprospect ده حتى لو فيه hydrocarbon، لغاية ما توصل للديسيجن اللي أنت تعمله إن أنت تحفر الآبار. هنبدأ نتكلم عن حاجة من اللي أنتم شايفينهم دول في الtriangle عشان نfill الgaps بتاعة الexpression بتاعتنا. أول حاجة الbasin scale. أكيد خدنا somehow sedimentary basins وعرفنا الفرق بين الrift basin مثلًا والpassive margin basin والconvergent plate tectonics versus the divergent plates والsubduction الabduction الextensional regime الcompressional regime. نبتدي من scale كبير أوي بتاع الbasin scale. scale of hundreds to thousands of kilometers. بعد كده أخش على الplay. يعني إيه أخش على الplay؟ أبدأ zoom in وليكن في الrift basin ده، شايفين المربع الأخضر ده؟ تعالَ نزوم in شوية على الbasin ده جواه، فابدأ أشوف الbasin ده فيه إيه. والله إيه ده! ده في بعض الآبار اتحفرت، في some data اتعملت، وعملنا شوية seismic interpretation وعرفنا شكل الstructures عاملة إزاي، و و و وشكل الفولتات عاملة إزاي، وبدأنا نشوف الstratigraphy، بدأنا نشوف أنواع الlithologies اللي موجودة والtectonostratigraphic evolution بتاع الbasin ده. وبدأت أشوف كمان discoveries في بعض الآبار مثلًا زي اللي بالأخضر ده جاب oil، الأحمر ده جاب gas. فبدأت أشوف analogs حلوة. فده بيقرّب لي المسافة إن أنا أبدأ أzoom in أكتر على الأماكن اللي أنا محتاج حاجة شبه أوي الanalogs دي، شبه الplay ده بنسميه play. ثم من فكرة الplay بابدأ أzoom in على my prospect، أبدأ أشوف أعمل interpretation للseismic data وأبدأ identify traps زي الtrap اللي قدامنا دي الfaulted four way closure اللي إحنا شايفينها. وأبدأ بعدها أبدأ أحفر بير. أمّا أحفر البير أجمّع data، فأصبح عندي well data وعندي core data وأقدر أعمل كمان more fine scale. فهنتكلم من hundreds to thousands of kilometers لfew millimeters scale زي ما إحنا شايفين كده مثلًا من الthin sections دي. كل ده في الآخر يتسمى exploration yes. إحنا كل ده تحت مظلة الexploration. تعالَ ناخد examples. الbasin scale، إحنا اتكلمنا شوية عن أنواع الbasins. دي خريطة ل ل ل زي ما نقول أنواع الbasins في العالم كله. إحنا
في في مصر somehow ده الMediterranean وده الGulf of Suez. بنتكلم على passive margin basins و with some oceanic plates في أفريقيا عمومًا، وفي الجزء الغربي والجنوبي من مصر. طيب الdata باستخدامها هنا إيه؟ زي ما قُلنا الgravity magnetic وكمان ممكن large scale 2D seismic data hundreds of kilometers of seismic data زي الexample اللي إحنا شايفينه هنا ده. ده showing zoom in شوية على مصر. مصر فيها تقريبًا كل أنواع الstructures اللي خدناها في الجامعة. عندنا extension regime، عندنا compressional regime، وعندنا inversion structures على مدار time scales مختلفة. طيب بالنسبة للplay بقى يا هندسة، الplay لأ، مش هينفع تقول لي أنا هاتكلم عن الMediterranean كله، لأ zoom in على حاجة معينة في الMediterranean. فهنا مثلًا different play types في الMediterranean. أشهر واحد فيهم اللي معيشنا ربنا يبارك فيه زهر، صح؟ زهر is a play type of carbonate reservoir. reef plus platforms different type of carbonates. في الحقيقة هو very unique. هو نادر جدًا، هو مميز جدًا لأن ما فيش زيه كتير في الplay type ده بتاع الكربونات في الMediterranean. ما شفناهوش كتير. بس مشهورة جدًا الMediterranean بإيه؟ مشهورة جدًا deltaic environments بالturbidites deep water environments. مشهورة جدًا sand depositional faults اللي جواها آآ يعني نقدر نقول fluvio-tidal to deltaic depositional environments draped over sand depositional faults ديّة زي الPleistocene هنا. والOligocene بيتمتع some compressional and extensional regime based على أنت فين في الMediterranean. آآ و و ونقدر نقول إنه mainly deep water turbidites reservoirs. فأنت بتzoom in جوه البيزن بتاع النايل دلتا تلاقي فيه different play type. أنت لازم تحدد أنت بتتكلم على أنهي analog فيهم. كل بالأحمر دي different producing fields، كل واحد فيهم ليه play type مختلف عن التاني. طيب عشان تعمل play definition بتعمل إيه؟ بتعمل ببساطة شديدة map للسيل. إيه هو الlayer اللي هتعمل لي sealing؟ طبعًا عشان يحصل sealing لازم يكون في impermeable zone. فأنا باشوف فين الimpermeable zone من الآبار وأبدأ أعمل لها mapping وأقول دي السيل map بتاعتي. بتتقطع في حتة، بتتين في حتة، يبقى ده أصبح في risk هنا والّا لأ للسيل map. بعد كده باعمل reservoir structure map. بابتدي again من الآبار أشوف فين identify reservoirs. ممكن بالseismic features identify some reservoirs وأعمل reservoir map. ثم أشوف فين الsource rock map. أبقى أنا عارف الsource بتاعي فين وأبدأ أعمل له mapping. برضه باعرفه منين؟ باعرفه ممكن من الseismic data لو أنت ما عندكش data كتيرة، بس mainly الdeep wells الآبار اللي نزلت واتعمل فيها geochemical evaluation. ثم probably some reservoir features map تستخدم شوية attributes زي seismic attributes تidefy some channels تidefy الloops الflats sand flats وهكذا. فيعني ده example للplay definition map. ليها طرق كتيرة جدًا، بس ده example ممكن إزاي تحدد الplay type بتاعك وتشوف different petroleum system على الplay ده. بعد كده بتروح للprospect scale. أنا معايا الmaps دي، جوه الmaps دي باidentify احتماليات كتيرة، زي الاحتمالية اللطيفة اللي أنتم شايفينها على الstructure map ده 4 way map جامد جدًا، واضح جدًا على الخريطة. في بعض الحاجات بس الseismic extension مش مكمل فيها، برضه ممكن يكون فيها شوية plays تانية. لمّا باجي أشوف على الseismic cross section الanticline هنا بتاعي واضح جدًا أهو، وأنا عامل interpretation للسيل اللي فوقيه. فأنا عارف إن هو في سيل. إيه ده؟ يعني في trap وفي سيل وممكن يكون في some sort of channels ماشية كده. فأنا عندي reservoir. يبقى أنا الpetroleum system بتاعي هندسة almost واضح. أبدأ أحط risk لكل نوع في دول. فاشوف الtrap presence risk، السيل presence risk، الsource والcharge وهكذا.
فبالتالي تقدر تحدد الoverall chance of success، أنا بنسبة قد إيه هانجح في المشروع ده، اعتماد على إيه؟ على الpetroleum system بتاعك. كل prospect ليه الrisk percentage بتاعته أو احتمالية النجاح، بنسميها chance of success. based على إيه؟ مش based على إن أنا قاعد كده باقول والله ده عربية الفول دي بتجيب فلوس ياما، لأ، عن دراسة. الدراسة دي ندرس كل item بيخص الpetroleum system ونحط له الrisk بتاعه ونcombine كل الrisk دي في بعض، نضربهم في بعض حرفيًا عشان نطلّع الprobability of success دي. ده example بيوريك إن different probability of success عند كل petroleum system item لمّا اتضربوا في بعض طلّعوا الرقم ده. time for questions. ممكن اللي يسأل السؤال بس يعرّف نفسه، اسمه، جامعة إيه، ويقول سؤاله، ممكن أروى تنظّم بقى مين رفع إيده قبل مين. تمام. عبد الله القاضي، ممكن تفتح المايك وتسأل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله القاضي من جامعة الأزهر، قسم جيولوجيا خاصة. تمام، يعني بناخده استراتيجرافيك ويعني وكده استراتيجرافي يعني خاصة يعني غالبا. بفلوس يعني. مثلا ماشي. حضرتك الانفوجرافيك ده عامله برنامج ايه؟ أنهي واحد؟ اللي هو السبيكترم مابس يعني. يعني spectrum maps. طيب أنا باقلِّب في الslides، قُل لي أنهي slide؟ الخريطة الحرارية اللي انت حضرتك عاملها دي يعني. أنهي خريطة حرارية؟ طب إحنا عرضنا slides كتيرة، طب أنا باقلِّب أهو، لو ظهرت قُل لي. اي في اي حاجة اي فين؟ اللي قبلها، ايوه، اللي على اليمين دي. اللي على اليمين دي. اللي على اليمين دي بسيطة جدًا، إن إحنا خدنا snapshot. مبدئيًا دي published material، فأنا ممكن أبعت لك link ليها، بس هي عشان تعمل حاجة زي كده ده PowerPoint عادي جدًا. أنت بتاخد الmap وجوّه الPowerPoint في option إنك تحوّلها زي 3D view وتبدأ تحطهم جنب بعض. لو أنت سؤالك بخصوص الAI، هي مش معمولة بالAI manually، بس أنت ممكن الAI يعملها لك بسهولة لو أنت عايز تدّي له الصور. بس طبعًا خُد بالك إن في confidentiality في الdata. لو أنت عندك data confidential صعب أنت تحطها على الsoftware بتاع الAI، فغالبًا بتعملها على PowerPoint. بس دي published data، طب فدي أنا واخدها زي ما هي. حضرتك اللي هو مثلا الانسرتينتي، هل بيكون ليها شهادة ايزو بفلوس يعني، ولا بيكون عبارة عن ايه بالظبط؟ خلّينا نفرّق بين حاجتين يا عبد الله، بين الrisk والuncertainty. الrisk هو الevent. يعني إيه؟ يعني أنا باقول أنا سايق العربية، تمام، ولا قدّر الله، لا قدّر الله هاعمل حادثة، ماشي، عمل الحادثة ده هو ده الrisk. الuncertainty هي إيه؟ هو سواقتي للعربية. هو أنا سواقة العربية شرط أعمل حادثة؟ لأ، مش شرط، احتمال أعمل حادثة أو لأ. طب based على إيه أعمل حادثة؟ أصبح في احتماليات، فالuncertainties هي الاحتماليات المؤدية للrisk، مؤدية للحادثة. يعني مسكت التليفون، سرحت في حاجة، كل دي uncertainties، تمام؟ فإحنا بنحدد الuncertainties based على إيه؟ ده سؤال كويس جدًا. إحنا بنحددها based على الdata. لازم الdata هي اللي تكون بتdrive الاحتماليات. طب الdata دي أنا متأكد منها مليون في المِيّة؟ لأ طبعًا، كل data ليها إيه، ليها limitation، صح؟ ما فيش حاجة الكود بتبقى accurate نفسه. 100%، صح؟ فك ف ف فكل survey أنت بتعمله، كل data أنت بتجيبها بيبقى ليها إيه، بيبقى ليها limitation، فبتحط الlimitation ده جزء من الuncertainty. في جزء تاني، في فهمك للdata. أنا فهمت إن دوّة والله anticline structure، يبقى أنا باقول إن ده compressional regime. في احتمالية يكون الstructure ده شكله كده مثلًا، وفي احتمالية يكون الrelief بتاعه قليل، صح، في velocity model uncertainty، أنا مش متأكد من الشكل ده، فأصبح في فهمك للdata هو كمان بيدّيك إيه، بيدّيك uncertainties. فأنت بتجمّع الuncertainties دي مع بعض. طب أنا باقول والله أنا نزلت حفرت البير ولقيت شيل هنا، فأنا بافترض إن الشيل ده هو السيل وباعمل له interpretation حوالينا. طب وأنت بتعمل interpretation مش ضمنك إن ده فضل شيل. أنت بتبقى ماشي كده على طريق السخنة بتلاقي الشيل بيختفي بعد 2 متر، صح؟ أو يعمل well، مين يضمنك؟ فده uncertainty وهكذا. فبتجمّع الuncertainties دي ويبقى group discussion، بتحاول إن أنت تعمل كل الاحتماليات عشان تحصر شكل الuncertainties بتاعتك عاملة إيه. وبعد كده مجموعة الuncertainties دي بتؤدي إلى إيه؟
إلى الrisk. الrisk ده بقى في الآخر بقى بيتعمل بيه إيه يا عبد الله؟ بناخد الرقم اللي إحنا ضربناه في بعض دوّة بعد ما جبنا كل الuncertainties ضربناها في بعض وطلّعنا risk factor اللي هو احتمالية النجاح اللي هو 35%، بيضربه بقى في الoutcome. يعني يقول إيه، أنا ربحي من المشروع ده مثلًا هيبقى 100.000.000 ماشي؟ ال100 تمام. مليون دي في نسبة 35% بس أنا هالاقيها، وفي نسبة 65% هتخسرها، صح؟ ففي الآخر صح. هي إيه، بتبقى بت ب ب الاحتمالات دي بتبقى factor مهم أوي، أوي عشان الdecision maker big boss اللي معاه الفلوس يعرف ياخد القرار صح. مم. يعني ال AI tool بيقلل الريسك فاكتور عندنا، صح؟ بس أنت شايفه دوّة مش AI driven. ده في أجزاء كبيرة منه manually، والAI مش بيعمل كل اللي أنت شايفه ده، حضرتك اللي بتعمله. أنت بتقول له يعمل إيه في جزء معين limited، حتى الآن هو limited. ما فيش هل حاجة مثلا في كود تقدر مصري تطلّع لك كل للحاجات ده. دي؟ لأ، ما فيش كود مصري للحاجات دي، لإن إحنا مش بنتكلم على operation، إحنا بنتكلم على study. دي study مم. يعني دي دراسة. فأنت اللي بتتكلم تمام. عليه ده إن لازم يكون في مراجعة، ده مصنع مثلًا، فتبدأ تاخد شهادة الISO عليه، موقع. أيوة. إنما الدراسات بيبقى كل شركة ليها الteam بتاعها اللي بيverify، اللي بيتأكد إن الشغل ده اتعمل مضبوط، ويبدأ إيه، يعمل له approval، يوافق عليه. دي بتبقى مم. حاجة internal مثلا جوّه الشركات. الايزو 17025 و9001 الكلام ده. أنا لسه قايل لك حالًا، أظن السؤال اتجاوب. إحنا مش الكلام ده في المواقع، مش في الexpression studies. تمام، شكرا. شكرًا ليك. تمام يا شباب، في حد عنده أسئلة تاني؟ ما هو حاجة من الاتنين، يا فاهمين أوي، يا مش فاهمين حاجة خالص، فما تخوّفونيش. هو أنا محمد عبد العزيز يا باشمهندس عطية. إزيك يا كنت داخل محمد، عامل أسلم على إيه؟ حضرتك. أخبارك لا إيه يا الحمد حبيبي؟ لله، وفي ملك كمان. ملك. لأ، أهلًا وسهلًا. ازي حضرتك يا باشمهندس، ايه الاخبار؟ إزيك يا مالك، عاملة إيه؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله كويسه. إيه، أسئلة والّا سلام بس؟ لا لا الصراحة سلام سلام بس. يعني. ما لحقناش لسه، عايزين نسمع الريكورد. طيب كويس، أهلًا وسهلًا بيك. كان عندنا محاضرة وملك كانت مشغولة، فما لحقناش، يا دوبك لحقنا الجزء الأخير بتاع الكيو ان دي. ملحقناش بقى معلش. طيب كويس، منورين، منورين. نورك يا المفروض باشمهندس. أنتم تيجوا تدّوا الpresentation دي. والله ولو حتى يعني مش هنقدر نعرضها زي ما حضرتك بتعرضها. الله يخليك، الله أكيد. يخليك. خالص كل سنة متأكدين وحضرتك ان هي طيب. كانت قوية يعني. مهم. الله يخليك. طيب إحنا عشان الوقت، في أسئلة تاني يا أروى والّا لأ؟ هو عبد الله تقريبا عنده سؤال تاني. عبد الله ماشي، قول يا عبد الله. لا مفيش، هو كان رافع ايدي لوحده معلش. طيب ظلمناه. طيب خلّينا نكمّل عشان الوقت. أنا باحاول إن أنا ما أطوّلش عليكم النهارده يعني. خلاص إحنا عارفين إن إحنا كُلّه تَقِل في الفطار وعايز يأنتخ ويريّح، وإيه الدنيا في رمضان بقى ما تصدّعناش. هو ف عدى دلوقتي 35 دقيقة من السيشن. كويس، كويس أوي. طيب introduction to seismic data acquisition to interpretation. أنا هاحاول أدّيك brief، أنا مش هاقدر أقول لك كل حاجة، بس هاحاول أدّي لك brief إيه اللي بيحصل بالضبط في الdata من أول ما يبتدي acquisition لحد interpretation. وعشان تبدأ interpretation محتاج شوية حاجات تفهمها الأول. يعني ناس كتير أوي بتskip حتّة الacquisition والprocessing، وتروح تدخّلها interpretation على طول بقى. أنا هادخّل نفسي في التفاصيل الكتيرة دي ليه؟ في الحقيقة إن لأ، لو أنت مش فاهم الwork flow كويس، في الحقيقة أنت مش هتقدر تكمّل وتوصل لإكس ل ل again لexpression success صح، وإن أنت تmanage الuncertainties والrisk بتاعتك صح. فخلّينا نقول إنه الwork flow بتاعتك بتبتدي من أول الdata acquisition. يعني إيه data acquisition؟ يعني باجمّع data. طيب الdata إحنا بنتكلم على seismic waves. seismic waves يعني introduce vibrations أو sound waves. في الحقيقة هي هزات أرضية زي الearthquakes. عارفين الزلزال؟ زي الزلزال. سواء في الأرض أو في المارين،
بتبدأ تintroduce الpressure waves ديّة أو الvibrations ديّة، وتبدأ تقيسها بشكل معيّن. في طرق كتيرة أوي للقياس وأنواع كتيرة، بالنسبة للmarine surveys لو إحنا بنتكلم على الMediterranean عندنا الtow streamers، لو إحنا بنتكلم على الland surveys هنتكلم على vibrators، كل دي الsources. وطبعًا بيبقى في plan للgeophones أو الhydrophones أو الreceivers وهاوريكم في الslide اللي جاية. والlatest technology زي الفيديو اللي كنت باوريه لكم من شوية ده بيتكلم عن node based acquisition. لو أنت في الmarine وعايز تعمل accurate acquisition فyou can put الreceivers actually مش في cables على سطح المَيّة زي الnormal tow streamer surveys أو normal surveys العادية اللي في الmarine. لأ، أنت بتحاول تنزل بالROVs أو الrobots ديّة، أنت تحط الnodes ديّة في قاع البحر أو قاع المحيط تحت، وده بيدّي شوية accuracy وهنتكلم فيها بشكل سريع. بعد كده نتكلم عن الdata processing. في الحقيقة في value هنا كبيرة للmachine learning والAI. الdata processing هو أكتر مجال في الoil industry والexploration فيه كَم data، حجم وكَم. وكل ما يبقى في حجم data وكَم data ده بيدّي فرصة أكتر لحاجتين، للdata analysis والmachine learning والAI tools. هي محتاجة data، محتاجة تتعلم من data كتيرة أوي. فهنا في space كبيرة أوي للdevelopment في الmachine learning والAI، وفي نفس الوقت مع الnormal workflows اللي بتعتمد على الphysics والmath بشكل كبير والcomputer powers. ثم بعد كده بييجي لك الdata جاهزة. طب ليه إحنا بنعمل processing في النُص؟ ما عملنا acquisition خدنا الdata، ما أنا بامسك الموبايل أهو وأصوّر معايا الصورة، صح؟ في الحقيقة إن لأ، الموضوع not simple as this. اعتبر إن أنت ماسك الموبايل بس بتعمل zoom، هو بي 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 أقصى zoom ليه هو 20x، وأنت عايزه اللي هو 20x zoom يعني، وأنت عايزه يzoom in 2000x. طب هيعملها إزاي؟ ده أنا باجيب ال20x دي باقرّب بالاقي الصورة مبكسلة. المبكسلة دي يعني ممكن يكون فيها إيه، فيها errors، جايبة عينيّا ديّة محولة عاملة مش عارف إيه، كل ما بتزوم أكتر كل ما الإيه، ما الerrors بتزيد. فبالتالي الerrors دي محتاجة إن يتعمل لها processing، إن هي تتعدل وت تتضبط إن هي تتصحح منها حاجات كتيرة، عشان الغلطات اللي بتبقى موجودة في الdata اللي محتاجة تتعدل. فلو الprocessing اتعمل غلط أحب أقول لك إن أنت هتفشل في المشروع بنسبة كبيرة، لإن الinterpretation بتاعك مُعتمد بشكل كبير على الseismic image اللي أنت شايفها. دي عينيك أنت بتشوفها، دي الصورة اللي أنت خدتها بالموبايل، اللي تقدر تشوف منها تحت في إيه. لو الصورة دي جايبة شخص غلط، فأنت في الحقيقة بتدوّر على الشخص الإيه، على شخص تاني ورايح وتايه في الطريق، فأنت هتبقى شغال blindly. طيب لو قُلنا تعالَ نبتدي حاجة، حاجة. seismic acquisition. أول حاجة، إيه ال2D seismic وإيه ال3D seismic؟ ال2D seismic ببساطة شديدة إن إحنا بنشوط seismic lines sparse بعيدة عن بعض بمسافات مش متساوية، بشكل عشوائي زي اللي أنت شايفه كده، line كده وline كده وline كده وline كده. مشكلته إيه؟ افترض إن الحاجات اللي أنت شايفها اللي فيها sinuosity دي channels، sand channels. تخيل معايا لو أنت بتعمل interpretation للdata دي، شوف تقاطع الseismic lines مع الchannels عامل إزاي. يعني لو line 3 ده دخل الchannel أجزاء منها هنا، تمام، ثم جه line 2 دخل جزء من الchannel جزء من التانية. إيه ده، أنا في النُص مش فاهم حاجة، فين المنظر اللي كان هنا ده هناك، مش هاعرف أكمّله. فالعينات دي عينات very يعني ممكن تقول stochastic أو ممكن تقول إن هي عشوائية جدًا، لدرجة أنت ما بتقدرش تبني صورة صح. فاعتبر نفسك رايح تعمل photo session وحد بيصوّرك. الأخ ده بدل ما بيصوّرك راح صوّر مرّة القمر، وبعد كده راح صوّر مرّة آخر الشارع، وبعد كده بَص وراه راح مصوّر، ما جابكش أنت أصلًا. صوّر بشكل عشوائي. لأ، إحنا عايزين نصوّر بشكل منتظم، عايز أصوّر كل جزء في البني آدم عشان أعرف أشوفه بشكل صح. فبالتالي ال2D seismic ليه value على regional scale، على الbasin scale. لما أنا لسه مش عارف حاجة، مش عايز invest فلوس كتيرة، وعايز أعرف معلومات عامة، مش عايز أعرف التفاصيل. إنما لو عايز تعرف تفاصيل الchannels ديّة بشكل أدق، لو ده الtarget بتاعك عايز تشوف الdetails دي، لأ، هنا أنصحك بال3D seismic data.
النقط اللي انتوا شايفينها دي نقط بنسميها shot locations او receiver shot locations. فانت اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انت كل نقطة من دول فيها كذا نوع من الداتا تسجله. فانا الشانل مش بس سجلتها بكل مناطقها بكل اشكالها وكل السينيورتي بتاعتها وكل الاركتكشر بتاعتها، لا ده انا سجلت كمان كذا نوع من الداتا جوه الشانل في نفس النقطة. فاصبح عندي كمية داتا كافية ان انا اقدر اعمل مابنج للشانل دي. فالديزاين بتاع السيرفي يفرق كتير قوي في الايمج اللي انت هتاخدها. ده بالنسبه اللي انت اصلا بتحدد انا هسجل ايه في الاكوزيشن، سيزميك اكوزيشن. طيب ليه كنا بنقول ان احنا ممكن نشوف كذا نوع من الداتا؟ في الحقيقه لو شفنا الاكزامبل ده اللي بيحصل في السبسيرفيس، ان انت بتبدا تعمل التفجير. لو ده هنا، لو افترضنا احنا في المارين، فاحنا عندنا هنا العربيه ديت هي اللي فيها الفايبروسايز، تخيل معايا مثلا. او ان انت حاطط ديناميت، حاطط ديناميت على سطح الارض وفجرته. اول فجر بيحصل ايه؟ بيحصل هزات ارضيه. الهزات دي تبدا تبعت ويفز في اتجاهات كتيره. الويفز دي تقريبا راحت في كل مكان. ايه ده؟ امال ايه النقط المتساويه اللي انت راسمها دي؟ لا دي النقط دي اللي انا سمعت فيها الويفز، ده اللي انا حطيت وداني في الاماكن دي بس سمعت، انما هي موجوده في كل حته. فشكل كمان الريسيفرز اللي هي الكيبلز اللي انت شايفها ديت اللي فيها الجي فونز دي، شكل توزيعة الريسيفرز مع الاماكن اللي انت بتعمل منها السورس، كل ده بيأثر في الاخر على الكفرج بتاعتك. انت بتغطي ايه؟ انت حطيت كل الريسيفرز دي بس ما جبتش غير الاريا اللي انت شايفها تحت دي. فاصبح الريسيفر اللي هناك ده بيسمع مكان بعيد عنه. ليه؟ لان هو بيسمع ريفليكشن. هو اعتبر ان انت ماسك كوره، كرة تنس، وجبتها وحدفتها في الحيطة. بتحدفها في الحيطة يحصل إيه؟ بوم، تقوم إيه؟ خبطة وراجعة. ممكن ترجع في وشك أو ممكن ترجع على مكان تاني على حسب الزاوية اللي أنت راميها، لو أنت راميها عدلة أو لأ. فبالتالي ردة الفعل بتاع الكورة دي اعتبر إن هو دوّة الseismic equation. أنت لما فجرت بعتّ الwaves، عملت vibration، الvibration دي خبطت في الحيطة أو خبطت في subsurface layer، في طبقة جيولوجية، واتردت لك تاني. لما اتردت رُحت أنت سامعها في مكان معين. ده example again لشكل الاتجاهات بتاعة الacquisition من الtop view. sorry، لو فتحنا أوكي. طيب تعالَ نتكلم شوية على الseismic processing. في الحقيقة الseismic processing متشعِّب أوي، وفيه workflows كتيرة، وفيه آراء كتيرة. بيعتمد أنت عايز تprocess إيه وعايز تprocess لحد فين، ونوع الdata بتاعتك تكفي للي أنت عايز توصل له في الtechnology اللي أنت عايز تطبّقها في الprocess والّا لأ. وكمان أنت الtarget بتاعك إيه؟ يعني أنت عايز تشوف structures مثلًا complex structures، والّا أنت عايز تشوف stratigraphy؟ هل الarea بتاعتك فيها حاجات بتعمل distortion للdata زي الsalt مثلًا، حاجات فيها عن نوعيات fluids معيّنة أنت عايز ت ت ت تعمل لها study. بتعتمد أنت عايز إيه من الأول. يعني مش هاتعبكم كتير في تفاصيل الprocessing، بس خلّينا نقول إنه هو في basic workflows، آآ وإن الdata بتيجي لك في الأول بشكل أصلًا يعني غير اللي أنت شايفه في النهائي. ده الشكل النهائي اللي أنت بتشوفه. فبتيجي في كذا domain، وتتحول لكذا domain على مدار الprocessing workflows بتاعتك. وكل domain actually بتقدر تعمل منه خطوة غير التانية. فالخطوات الكتيرة اللي أنت بتعملها دي بتوصل للآخر للصورة اللي أنت بتشوفها على الseismic data بالشكل ده، في خطوة اسمها الmigration. فلو خدناهم كده إحنا بنقول الأول بنعمل geometry QCing، وبعد كده بنعمل analysis للspectrums، وبنبدأ نعمل شوية filtering للdata، نفلترها، ننضفها بمعنى أصح، وبعد كده نعمل لها velocity analysis عشان نبدأ نفصل بعض الevents عن بعض. وبعد كده نبدأ نعمل حاجة اسمها demultiple، إن تبقى فيها تكررات artifacts أنت عايز تعمل لها removing. وبعد كده في الآخر بتعمل حاجة اسمها migration. دي الخطوة الرئيسية اللي أنت تبدأ تحوّل من الشكل بتاع الdomain اللي أنت الجدول ده another domain، ده الdomain اللي أنت تعمل عليه interpretation. ثم في الآخر بعد ما تعمل الmigration تبدأ تعمل شوية تضبيطات للdata تانية بعد الmigration، وبعد كده يبقى عندك الfinal cube.
رحلة طويلة ممكن تاخد scale 6 شهور، سنة، ويمكن ساعات أكتر على حسب حجم الdata اللي موجودة وبيتعمل لها processing. طيب شُطت الdata، جمّعتها، عملت لها processing صح، محتاج تعمل seismic interpretation. seismic interpretation في الحقيقة الimages اللي أنت شايفها دي images لطيفة جدًا، بس هي ما لهاش أي معنى إلا لو جمّعت شوية معلومات الimage دي بتمثّل إيه، الألوان اللي أنا شايفها دي يا باشمهندس دي عبارة عن إيه، الأشكال اللي أنا شايفها دي عبارة عن إيه. فهمك للdata بيعتمد على كذا حاجة. أولًا الgeological understanding طبعًا بتاعك. ثانيًا الrock physics understanding، إنك تفهم أصلًا هي الseismic ده بيشوف إيه، هو الكورة دي بتتعكس ليه، يعني ليه مرّة خبطت فيّا ومرّة خبطت هناك. لو خبطتها في حيطة، كورة خبطتها في حيطة زي ما خبطتها على باب خشب والّا لأ، الصوت اللي بيطلع من الحيطة بيطلع زي باب الخشب؟ مستحيل. خبطتها في برميل حديد، بيطلع الصوت شكله عامل إزاي؟ طب لو غرّقتها في البيسين في المَيّة، هتترد لي أصلًا والّا لأ؟ كل دي خصائص فيزيائية لكل نوع، لكل مادة، فبالتالي كمان الصخور ليها خصائص فيزيائية مختلفة. حلو أوي، عرفت خصائص فيزيائية وعرفت الخصائص الجيولوجية بتاعة المنطقة وعرفت كل حاجة. أيوه، أعرف منين الreservoir والسيل والsource والكلام اللي أنت بتقوله ده يا باشمهندس؟ محتاج إيه؟ حد يعرف يجاوب؟ هو احنا بنعمل حاجة seismic to well tie؟ محتاج well. يعني إيه well؟ محتاج البير نفسه. مش أنت أدق data أنت خدتها، هو حفرك للبير، أنت نزلت بالكاميرا بتاعة موبايلك جوّه الأرض وشُفت الطبقات، قدّام الطبقة دي في كذا والطبقة دي في كذا والطبقة دي في كذا، فأنت دي عينيك اللي أنت بتشوف بيها، ودي أدق data هتلاقيها، بس الdata دي مش ممتدة في أماكن كتيرة، إحنا بنتكلم على 8 إنش حاجة قد كده بس جوّه سطح الأرض اللي أنت حفرتها، فهي محدودة بس أدق data، دي أدق data هتشوفها في حياتك. هي الwell data أدق من أي نوع من أنواع الgeophysical surveys التانية. طيب بس في مشكلة كبيرة، الآبار دي بتقيس بقى حاجات petrophysics gamma ray وresistivity وsonic والneutron density لو سمعتوا عن أنواع الlogs دي. الlogs دي إيه علاقتها بالseismic data؟ في الحقيقة فهمك للخصائص بتاعة الrock physics أو خصائص فيزيائية للصخور عرّفتنا إن لأ، في علاقة إن أنا ممكن أربط الseismic data بالwell data وأعرف عند كل نقطة البير عدّى عليها هنا، لو الخط ده هو البير جوّه الseismic هنا في إيه وفي إيه وفي إيه وأربطهم ببعض. بس الربط ده is very very critical، لو اتعمل غلط فهمي للpetroleum system تحت ده هيبقى خاطئ تمامًا، وممكن يوديني في مشكلة كبيرة. يبقى لو عملت acquisition شكل مش مضبوط مش هاشوف شكل الchannel الصح، فاكرين أول image. لو عملت processing بشكل مش مضبوط هاعمل interpretation غلط. طب عملت well tie غلط، كل اللي فات ده حتى لو كويس ومضبوط أنت بتدمره. طيب جيت بقى عملت الseismic well tie وهو ليه تفاصيل كتيرة. أهم أساس في الseismic interpretation اللي هتبتدي بيه هو الseismic well tie. عملته صح، سكتك اللي جاية احتمال تكون صح، عملته غلط سكتك اللي جاية 100% تبقى غلط. طيب افترض إحنا عملنا well tie وعرفنا فين الtop reservoir بتاعنا وعرفنا فين السيل وفين الsource وعملنا petroleum system evaluation وعملنا prospect identification. الخطوط دي بتمثل الفولتات، دي خطوط إحنا راسمينها بإيدينا، ممكن أمسك ورقة وقلم وأرسمها، ممكن أعملها على software، ممكن أخلّي الmachine learning يعملها، في 100,000 طريقة. المهم أكون فاهم الخط ده بيمثل إيه، يعني إيه fault والfault ده بيأثّر على إيه في شكل الtrap ويأثّر على إيه في ميول الطبقات بتاعتي، ويأثّر على إيه في فهمي للمكمن ده. ال200,000,000$ اللي المستثمر هيدفعهم مستاهلين يتحفر عليهم بير، هيجيبوا له فلوس والّا لأ؟ كل ده بيعتمد على فهمك للخصائص الجيولوجية للstructure للي أنت شايفه على الseismic data. فالخطوط دي بتمثل fault surfaces، الخط بتاع الشق أنت اللي حاطّه عشان تفهم علاقات الطبقات ببعض. وفي الآخر بتعمل map زي كده بالseismic interpretation والفراغات دي هي بتمثل نفس الخطوط اللي أنت شايفها على الsection ده. أنت كده واخد شريحة جوّه الأرض في الsection اللي فوق دوّة، واخد شريحة جوّه الأرض وتبُص عليها شكل الفولتات عامل كده. الmap اللي تحت دي أنت
اكنك راكب طياره هليكوبتر وباصص فوق الطبقه الجيولوجيه من فوق، فشايف خطوط ماشيه بالشكل ده، دي بتمثل الفولت هيف او المكان اللي فيه الكسر بتاع الفولت. طيب حلو قوي، ده كده بنسميه mainly structure based interpretation. طب لو انا بقى حاجه زي النايل دلتا ما عنديش الفولتات الكتيره ديت والدنيا سموث عندي، بس عندي شويه stratigraphic architectures غريبه مش فاهمها، ايه الحاجات دي؟ ايه الشكل ده؟ بالمناسبه ده high resolution seismic line على السيرفس على سي بيد. يعني ايه؟ يعني قد يكون الchannel دي بتقطع النهارده، ده السي فلور صح؟ فأنا دلوقتي الchannel دي بتقطع على سطح على السي بيد أو على طبقة قاع البحر النهارده عمالة ترمي، وتحتها في شوية architectures تانية. فهمي للstratigraphy بتاع الdeep water turbidites أو الdeep water channel complexes اللي هي الchannels بتترسب في قاع المحيطات أو في قاع البحر، ليها الخصائص دي. فوأنا باعمل interpretation لو أنا مش فاهم ومش في دماغي القاعدة الجيولوجية المهمة دي بتاعة الarchitecture، ولا أنا هاعرف أجيبها ولا الmachine learning هيجيبها ولا الsoftware هيجيبها. ده فهمي لdepositional environment وفهمي للsedimentology والgeomorphology بتاع الdepositional environment دي هو اللي هيخلّيني أفهم اللي أنا شايفه على الseismic data دي إيه. فأنا مش باعتمد على الmachine learning بس، هو مش هيفهمها غير لمّا أنت توضّحها له، لمّا أنت ترسمها له، لمّا أنت تلوّنها له، أنت اللي لازم تقول له عليها. وأنت هتعرفها منين لو أنت مش عارف الكلام ده؟ للأسف مش هتعرفها. بعد كده حوّلنا الseismic section ده لgeological cross section، بدأنا بفهمنا للinterpretation وفهمنا للر ال 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 الseismic signature بتاعة كل حاجة في دول، بدأنا نحط شكل الإيه، الpotential channel architecture الجميلة اللي أنتم شايفينها دي. وبعد معلش يا كده هندسة، معلش هو معلش أنت بتاع ممكن تأجل معلش الأسئلة question and answer عشان بس ما نلخبطش الدنيا، معلش عشان خاطري. هاجاوبك في كل اللي أنت عايزه، بس ادينا فرصة بس عشان حبل أفكارنا وأفكار الزملاء ما يقفش، ممكن؟ ما تزعلش مني بس عشان ما نلخبطش حد. تمام. ماشي؟ شكرًا. طيب من فهمي بقى للcross section جنب cross section خدت شريحة جنب شريحة جنب شريحة جنب شريحة، أقدر أconnect دول وأطلّع بقى إيه، اللي هو الzoom out map اللي أنتم شايفينه دوّة هنا، ده actually 3D view لشكل الchannel والinterpretation بتاعها. اتفضل في سؤالك. معلش هو كانت بتاع الأسئلة الماب اللي هي الرمادي دي كان يعني مش شارب، يعني كله داخل في بعضه، يعني مش هعرف اوصل الخطوط بالشكل ده، فهل ده ببرنامج مثلا؟ وانت حضرتك كنت قايل ده بفهمي، فانا مش شايف حاجة ومش عارف يعني وصلتها ازاي يعني. ده سؤال كويس أوي. أولًا ده مش map، دي قلنا شريحة cross section أكنك واخد عارف cross section بتاع إن أنت تقطع شريحة جوّه حاجة، أكنك واخد عندك بلوك الجبنة رُحت قاطعها بالنُص، تشوفها من جوّه شكلها عامل إزاي. إحنا واخدين شريحة كده جوّه الشكل ده هو interpretation. يعني إيه interpretation؟ يعني توقُّع، أنت بتتوقّعه based على إيه؟ based على فهمك الجيولوجي لشكل الarchitecture. فأنت متوقع إن أنت وليكن تعالَ ناخد اللي فوق ده، اللي فوق ده بيمثّل إيه يا إبراهيم؟ ده بيمثّل الطبقة بتاعة قاع المحيط. قاع المحيط ده على depth مثلًا 2000 متر تحت الأرض، تحت المَيّة. أنا متوقع على depth 2000 متر تحت المَيّة ده يكون في إيه، يكون في حاجة اسمها deep water turbidite channels. فالشكل ده واضح أهو، مش محتاج حد يوصّله لي، ده شكل channel صح؟ ده architecture بتاع حاجة عاملة in size جوّه الطبقة، جوّه الطبقة اللي تحتها، فقاطعة جوّه الطبقة اللي تحتها، شايف الطبقات دي واقفة أهي، صح؟ ففي علاقة هنا تمام. فين القاطع وفين المقطوع، المفروض نكون خدنا الكلام ده في الجيولوجيا، صح؟ طيب فكده دي إيه، قدرنا نحلّها. طيب آجي على اللي بعدها برضه بُص شايف في حاجات مكمّلة أهي يا إبراهيم، في حاجات مكمّلة وفجأة بتُقف، اسمي عبد في الله حاجة مش ابراهيم. عبد الله أنا آسف، أنا آسف. نفس الكلام تحت، بُص شايف في حاجة مكمّلة، 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 فجأة وقفت وفي حاجة تانية دخلت أهي،
وبعد كده كملت حاجات تانية، وهكذا مم. تحت كمان شايف في حاجات مكمله. conformity تمام. ما تقدرش تقول عليها unconformity، بس تقول discontinuity، يعني حاجه مش مكمله لغايه ما ايه ما تفهمها، فهي بتبقى بازل. اعتبر نفسك عندك، عارف البازل 1000 قطعه ده اللي بتقعد كتير تقعد تجمع فيه لغايه ما تفهم الصوره الكبيره، بتدي كبازل. فهنا تحت هو عمل ايه؟ بص، كم شاف الحاجات اللي بالاخضر دي، شاف الحاجات المكمله عملها انتربريتيشن الاول وقف، بعد تمام. كده شاف الاسطح اللي بدات تقطعها، قال ايه هو ممكن تكون انكونفورميتي زي ما عبد الله بيقول، بس ايه ده، بس في حاجات قطعه تانية جواها، ده حاجات كتير. ما اقول انكونفورميتي في كل الكلام ده، ده ممكن يكون channel architecture. فده تكست بوك channel architecture اللي احنا بنشوفه في، طبعا احنا في مصر ما عندناش اوت كروبس ليها، بس احنا اكيد لو عملت سيرش وكتبت دي بوتر channel complexes هتشوفوا في حاجات examples من كاليفورنيا مثلا، هتلاقي باينه جدا على سطح على السطح، على السيرفيس جيولوجي، شكل الايه السيستمز اللي عامله قطعه في بعض ديت channels قطعه في بعض. فيش مثلا ايكويجن عشان تعمل شاربنينج للشاتر ده او الكروس سكشن ده؟ ممكن تطبق فلتر، زمايلنا بقى بتوع البروسيسنج يفيدونا فيها، بس انت ممكن تطبق فلترز معينه، وبنعمل اتريبيوت اسمه سبيك دي عن طريق الفريكونسي فلترنج او بلندنج. فبنبدا نشوف والله الحاجات اللي هي الفينت ديت، نبدا نشوف نعمل لها بلند ونطلع لها ماب، والحاجات اللي هي برايت قوي نطلع لها ماب، ونعمل لهم بلندنج في بعض، ونبدا نشوف على ماب فيو شكل الشانلز ايه. يعني انت يا عبد الله دلوقتي لو شفت الماب اللي تحت دي، اللي مم. تحت على اليمين، اول معموله ما تشوفها بالبيت. تقول ايه؟ هتقول ده مياندرينج شانل اهو، صح؟ اه. برافو عليك. فبالتالي الماب كمان والاتريبيوتس ايه بتاعه السايزميك بتساعدك في انت تشوف شكل الايه الاركتكتشر ده ايه من تموت. الاول. اه. فانت مش تمام. بتعتمد بس على الشرايح اللي انت بتشوفها، انت بتعمل كمان على المابس. نفس الكلام في مم. الفولتات، انت برضو بتعمل انتربريتيشن وتقف تقف تقف تقف، تلاقي خطوط فولتات رسمت بعضها من التوب فيو. مم. فهي بروسيس ما بتخلصش في يوم ولا في يومين ولا في 3. يعني مم. ممكن انتربريتيشن زي ده ممكن يقعد شهرين 3، لو تعمل ديتيلز فيه ممكن تقعد شهرين 3 بتعمل انتربريتيشن بس. مم. ال- الماب اللي تحت دي اللي في النص معموله بالبيتر صح؟ بتريل واللي على الشمال ده بالتيك لوج او الاي بي تقريبا. آه ان شاء الله بالاكسل، المفروض ما يفرقش معانا. ان شاء الله بالبايثون، ان شاء الله بالبايثون. السوفت وير المفروض ما يفرقش معاك. يعني خلينا نركز في الحاجات اللي يفيدنا هو الكونسبت. في المرحله اللي انت فيها دي محتاج تعرف الكونسبت مش السوفت وير، لان انت بكود مم. بسيط على شات جي بي تي هتقول له عايز اعمل سايزميك ويل تاي واحط لوج 1 2 3 لو انا فاهم. فانا مش فاهم، مش عارف اعمل الكلام ده وهتوه، والسوفت وير هيسوحني. لو انا فاهم هعرف احط البرومبت الصح على شات جي بي تي، اقول له اعمل لي كود يرن سايزميك ويل تاي، شكرا. بس لو انا فاهم، فنفهم الاول وبعد كده نركز في السوفت وير. مم. تمام، شكرا على المعلومات القيمة دي. شكرا على اسئلتك والله بجد، يعني عايزين اسئله كمان يا جماعه. في من نطلة بتسأل، هو احنا كجيولوجيين مطلوب مننا نكون عارفين خطوة البروسيسنج بالتفصيل؟ ده سؤال مهم. لا مش بالتفصيل. التفاصيل عموما في كل حاجه ممكن تبقى مفيده بشكل ما، ممكن تبقى مضره بشكل ما. لو انا جيولوجي وماشي في اتجاه الجيولوجيا، محتاج اعرف اللي هو ايه اللي ما لا يسعني جهله. يعني ايه؟ محتاج اعرف الحاجات الرئيسيه في البروسيسنج ورك فلو، بحيث لما استلم داتا اعرف الداتا دي متطبق نوعها ايه، متطبق عليها ايه. فلما اعمل لها انتربريتيشن او اعمل لها مابينج ابقى فاهم اصلها جاي منين. فبالتالي محتاج اعرف هاي ليفل عن كل حاجه في البروسيسنج. يعني مش لازم اعرف اعمله بايديا، مش لازم اعرف كل الايكويشنز بتاعته، بس اعرف هاي ليفل ثيوري. يعني ايه ان ام او، يعني ايه مالتيبل، يعني ايه نويز. لان انا لما هيجي لي الداتا ممكن الاقي في الداتا دي مشاكل، بس المشكله دي مشكله بروسيسنج، فانا اعمل لها انتربريتيشن ايه ده، لا دي شكلها حاجه حقيقيه. يعني انت لو بصيت على الايمج اللي على الشمال دي، انت ممكن تقول ايه ده انا في بيزمنت ولا ايه، هو شكل الاتريبيوتس عامله كده ليه، او شكل الريفلكتورز عامله كده ليه. فلا انت لو فاهم بروسيسنج صح هتقول والله الداتا دي في مرحله المايجريشن، او الداتا دي فيري نويزي محتاج يطبق عليها نويز اتنويشن. محتاج تعرف الحاجات اللي تقدر تساعدك انت كانتربريتور. النهارده الجيولوجي في اغلب الشركات مش بيشتغل جيولوجيا في معزل عن السايزميك،
محتاج يحط ايده على السيزميك داتا، لان هو احسن حد يشتغل على السيزميك داتا، لان هو اللي فاهم الاشكال الجيولوجيه ايه بتاعه كل منطقه. اتمنى اكون جاوبت على سؤالك يا منى. احنا دلوقتي مثلا لو عندنا سايزميك سيكشن او سايزميك سيكشن عادي سلايس، فالسيزميك سيكشن ده عباره مثلا عن ايه، عن مجموعه من الانفايرمنتس، يعني ممكن ما يكونش انفايرمنت واحده. طبعا صح. فاحنا عندنا مثلا انفايرمنت، هنا عندنا زي تشانل او انسايد فالي او مياندر، فوقها انفايرمنت تانية، فوقها انفايرمنت تانية. السؤال هنا بس انا كنت ازاي تعرف تجمع او تكون صورة في دماغك عن كل انفايرمنتس دي، وتشوف اكتر حتة سبيسيفيك اللي هو ممكن تكون الحتة دي كويسة كريزرفوار كسيل كسورس، ومجمعة كل البتروليوم سيستم اليمنتس والبروسيسز. سؤالك هايل جدا، سؤال في الصميم. مبدئيا الحاجات اللي انت ذكرتها، المياندر او الانسايز فالي او الشانل، دي كلها مش depositional environment، دي geometries او geomorphologies. يعني ايه؟ يعني architectures. يعني الشانل ده شكل فقط، انا ده شكل شانل، بس انا ما اعرفش جواها ايه، الترسيب اللي فيها ايه، البيئه الترسيبيه بتاعتها ممكن تكون ايه. انا مجرد بعرف شكلها. ايه ده؟ يعني السايز ما يقدرش يقول لي depositional environment؟ السايز بيقولها لك indirectly. يعني ايه؟ يعني انت من الشرايح دي كل ما عليك يا عبد الرحمن انت تعمل بس interpretation للجيومتريز. شايف الجيومتري حاجه مكمله باللفظ، حاجه قاطعه، حاجه اون لابنج، حاجه اوف لابنج، حاجه عامله كات ثرو او لا. فانت بتجمع جيومتريز واركتكتشرز في المرحله دي. تيجي المرحله اللي بعدها هي المابنج. بعد ما خلصت انتربريتيشن شريحه ورا شريحه شريحه، اصبح عندك ماب. بتيجي تبص على الماب بقى ايه، من هليكوبتر فيو كده، كأنك راكب طياره هليكوبتر من فوق وتبص عليها وتشوف الشكل. ايه ده فيها سينيوسيتي، ستيل جيومتري، مش ديبريشن انفايرمنت. السينيوس تشانلز ممكن تبقى في الفلوفيال انفايرمنت، ممكن تبقى في السلوب، في الابر سلوب، ممكن تبقى في الديب سلوب، ممكن تبقى في اي حته في سينيوس تشانل، ممكن تبقى في قلب التايدال دومينيتد channel distributed channels. فبالتالي برضه ما عرفتش، امال بعمل ايه؟ لازم يبقى في انتجريشن مع الابار. لو عندي كور داتا، لو عندي اف ام اي لوجز، عندي بايو ستراتيجرافيك وكرونو ستراتيجرافيك داتا، لو عندي سيكونس باوندريز تقول لي انا فين من السيستم. السيكونس باوندري يعني ايه؟ ان عندي ميجر انكونفورميتي سيستم. الانكونفورميتي سيستم كان بيقول ان انا من بدايه السي ليفل ريجريشن، فبالتالي انا مش متوقع ان انا ابقى في جوه في الديب ووتر، متوقع ان انا ابقى في الفلوفيال انفايرمنت او في الدلتايك انفايرمنت. فكل ده بيعتمد على ايه؟ ستيل ويل داتا انتجريشن وجيولوجيكال داتا انتجريشن. انما وظيفتنا في السيستم انتربريتيشن في الوقت الحالي كبدايه من الكروس سكشنز دي، ان انت تشوف الاول ايه؟ الجيومتريز. اتفقنا؟ بعد ما بتشوف الجيومتريز تبدا تعمل انتجريشن ده بالمابس ومع البازل، بقيه البازل اللي جاي لك من المعلومات الجيولوجيه اللي احنا